أقدم عمليات صيد منظمة في التاريخ كانت لحيوان وزنه 6 طن. ده من أهم أسباب انقراضه من 12,000 سنة. من 15,000 سنة لقينا دواير ضخمة مليانة عظام حيوانات، والأغرب إننا لقينا حواليها ممرات حجرية وطينية تقود للمكان ده. كأن البشر كانوا بيوجهوا الحيوان ناحية المصيدة. الحيوان ده كان ضخم جدا، عشان تتخيل، عارف العربية الفيرنا، عربية الشعب؟ الحيوان ده وزنه 6 مرات قد العربية دي. الكميات اللي لقوها من لحوم وعظام الحيوان ده بتقول إن القبيلة كانت بتصطاد الحيوان الواحد منهم ويكفيها شهور من الأكل والجلد والعظم وحتى الوقود. يا برو احنا طول عمرنا جامدين، دماغنا صاحية شغالة مش بتنام. اللي حصل في المصيدة دي مهم جدا، لأنه أول دليل إن البشر فكروا مع بعض وخططوا سوا ووقفوا صف واحد قبل حتى ما يكون في زراعة أو مدن. الحيوان ده هو الماموس، ومصيدة الماموس هي واحدة من أهم أسباب انقراضه من 12,000 سنة. دي كانت كبسولة ماج. نشوفكوا بكرة.